السلام عليكم، عاملين ايه؟ بصوا بقى، النهارده هعمل سمك بطريقة حلوة قوي. جبت ده كانت هريسة شطة عندي، وده كان التوم اللي انا كنت فرماه معاكم قبل كده. هحط بقى معلقة من التوم دوت على الهريسة بتاعت الشطة، وأعصر عليها كده نص ليمونة ومعلقة كمون وحبة ملح كده بس هحدقها شوية علشان اللحم بتاع السمك يطلع مملح كده وحلو. اهو نحط معلقة الكمون والملح. طالعين من رمضان ملناش نفس للاكل خالص، طبعا في رمضان عملنا كل الاكلات اللي ممكن تخطر على بال اي حد، فطالعين زهقانين فقلت لا خلاص بقى انا هجيب سمك وهعمل سمك بقى النهارده واظبط الدنيا يعني. جبت بقى هنا فتحت السمك كده فتحات من الظهر علشان التتبيلة تدخل كلها جوه السمكية، ويبقى اللحم بتاع السمك شارب من التتبيلة. هقوم جاية بقى جايبة السمكية كده فاتحة بطنها الأول متبلاها، وهفتح الفتحات اللي أنا عاملاها في الظهر دي وهحشيها كمان من التتبيلة اللي أنا عاملاها للسمك. على فكرة التتبيلة دي أنا ما بحطهاش للسمك بس، هقولكوا أنا بعمل بيها ايه كمان. دي كانت أسهل وأحلى طريقة بجد للسمك، بتطلعه طعمه حلو جدا كأننا عاملينه برا عند الراجل بالظبط. يعني أنا لما بقلي سمك برا بيجيبولي بنفس طعم التتبيلة اللي أنا عاملاها دي. هنا دي كانت معايا بصلاية كنت بشراها وحبة زيت كده صغيرين هحمر فيهم البصلاية عشان اعمل الرز الصيادية. الرز الصيادية لازم نبشرله البصل علشان ما يكونش البصل باين كده فيه المتخرط ده بيبقى باين، انما المبشور احسن حاجة. سيبته لما اتحمر خالص ونزلت عليه بالمية بتاعت الرز وهسيبه بقى يغلي كده حبة. تمام، وبعد كده هسقط فيه الرز. هنا كانت خلاص المية غليت، هقوم جاية بقى نازلة بالرز كله في المية. تمام، واقلبه كده اديله تقليبة واظبطله بقى الملح بتاعه. وبقى ديت بقى هريسة الشطة اللي انا كنت عاملاها للسمك، خدت منها معلقة صغيرة حطيتها على الرز، بتدي للرز طعم وريحة تحفة بجد، جربوها هتفضلوا تعملوها دايما. وظبطتله بقى الملح بتاعه كده، وهقوم جاية مغطية عليه وسايباه يتشرب مع نفسه. وهقوم جاية جايبة طاسة ونازلة فيها بزيت، حبة زيت كتير كده، اهم حاجة نقلي السمك في زيت غزير علشان ما يتحرقش مننا ويطلع كده مقرمش من بره وطري من جوه. انما الزيت الشوية بيطلع السمك عامل زي المسلوق كده وبيبقى محروق، بيبقى طعمه مش حلو خالص بصراحة. هنا كان خلاص السمك اتقلى معايا، بصوا بقى اللون الذهبي الجميل، كان لونه وطعمه وريحته اصلا في القلية كانت طالعة حلوة جدا. تمام، انا كده كنت خلاص خلصت الاكل بتاعي، وده كان شكل الاكل، وده سبيت. هحطلكوا الوصفة بتاعت السبيت المقلي وطاجن السبيت في صندوق الوصف. ادخلوا شوفوها هتعجبكوا جدا جدا. وهنا قليت قرنين فلفل مع السمك، بصوا شكل السمك طالع عامل ازاي، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. وعملت معاه كمان طبق سلطة خضرا، وده طاجن سبيت برضو حلو جدا هيعجبكوا قوي. كنت انا كده خلصت الاكل كله، ولو اول مرة تشوفوني ادعموني بشير ولايك واشتراك في القناة، وسبتكم في رعاية الله وحفظه.